ده الجزء الثاني من مراجعة كوتش الاير جوردن 4، بس ده المصري، فتعالوا نعمل له مراجعة سريعة ونشوف يستاهل ولا لأ. يا مساء الفل. الحلقة اللي فاتت راجعنا كوتش الاير جوردن 4، بس راجعنا الميرور اللي هو بيكون اعلى خامة بعد الاوريجينال. بس في ناس بتزعل بتقولي اني براجع الكوتشيات الغالية بس، ففي الحلقة دي جبت لكم النسخة المصري منه، فتعالوا نشوف ايه العلامات المميزة فيه. واللي معايا موديل باريس سان جيرمان. اول حاجة طبعا باين على شكله ان تقليد كويس جدا، واقول لكم سعره في اخر الفيديو عشان نعرف هل هيستاهل ولا لا. كده هتلاقوا من قدام مفيش خياطة، الشرط اللي من قدام دي بلاستيك. المفروض المستورد بيكون فيه خياطة من قدام، بس هما مقلدينها بالصياعة، عاملين شكلها كده بلاستيك عشان تدي ايحاء انها شبه التقليد الكويس. طبعا زي ما انتم شايفين مكتوب فاشن في كل حته، لا مكتوب جوردن ولا مكتوب اير. هتلاقوا من الجنب مكتوب كلمة فاشن، وبرضه على الفرش من النعل مكتوب كلمة فاشن، ومن قدام من عند اللسان هتلاقوا مغيرين حتى في شكل علامة الجوردن او اللوجو، وطبعا مش كاتبين كلمة اير ولا كلمة جوردن، برضه كاتبين كلمة فاشن. والمقاس مكتوب تحت من النعل. طبعا سواء الاوريجينال او الهاي كوبي او الميرور المستورد عموما بيكون مكتوب المقاس طبعا من جوه الكوتش مش من تحت من على النعل. نيجي بقى للبطانه من ورا، وهتلاقوا نفس اللي قلت لكم عليه في الفيديوهات اللي فاتت. تلاقوا تقريبا البطانه مش موجوده، بطانه خفيفه جدا من عند الكعب، عكس الحاجات المستورده بتبقى متبطنه كويس عن كده. تعالوا بقى نشيل الفرش واوريكم اللي تحتيه عامل ازاي. ده بقى بيكون الشكل ده بيكون اسمه حقن. الخياطه اللي انت شايفها على الجناب دي مش خياطه للنعل مع الوش، دي خياطة كده على الجنب. ولو كنت شفت الحلقة اللي عملنا فيها مراجعة للخامات هتفهم الكلام ده كويس، وهسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق. وده مش معناه انه وحش خالص، كل حاجة وليها سعرها. وبما اننا جبنا سيرة السعر، فهي متوسط سعرها وقت تصوير الفيديو ده حوالي 300 جنيه، عشان الناس اللي بتقعد تسألني على السعر وتقول لي قول السعر. فبالنسبة لسعرها بصراحة كويس جدا على شكلها وتقفيلها، فانا شايفها صفقه كويسه جدا لو حد حابب يلبس جوردن 4 بس الميزانيه ما تسمحش للميرور مثلا، لان حتى شكلها بشكل عام مقلدين شكل الجوردن 4 جدا. وبس كده، لو استفدت من الفيديو ما تنساش بقى لايك والاشتراك في القناه. سلام.